اليوم هل الغرام هذايا بالصغيرات هو تبع مرحلة مهمة مع ولادة سيدي سامي وهاك البراند متاعها. اليوم فكرة أنه اليوم يكون عندك علامة خاصة اللي صغيرات تبارك الله، وأشهد أني معناها حضرت وريت معناها في مرات عديدة نشوف تعلقهم بيك وحرصهم على أنهم يكونوا معناها في مستوى. شنو تنجم تحدثني على النشأة هذه وهالفكرة هذه بصفة عامة؟ البراند يعني أي البراند ارتبطت بدخول درايات. أحكي لك أول ما تعرفت عليها قبل ما نعرسه بيان سور، قاعدين نتعرفوا هكا نوريها أنا شنو قاعد نعرف، أنا شنو نعرف نعمل وهي شنو تعرف تعمل في الدنيا. وريتها فيديو أنا في قسم يعني مع صغار. بعد ما كملت سمعت فيديو قلت لي فما بوتنسيال كبير وكذا وعليش. ومن وقتها بديت ديكليك متاع أن نعملوا اسم. وبعد هذوكم الشليغم جاوا في عقلهم، هذوكم واحد هذوكم ارتبطوا بفترة الكورونا. أنا عرفتها أسابيع قبل الكورونا، والبراند تولدت مع البريود متاع الكورونا. وقت اللي قعدنا ما نعملوا في حتى شيء غير أن نفكروا، لا نقضي ولا نخدموا لا عروسات لا سهرية، فما حتى شيء. عندنا عام أغيان فارغ. حتى التعليم زاد والله سيما لغو. والله نحاول الموسيقى ونحاول مسرح وخليه الحساب وخليه الواحد قال لك هذاك ديستانس نقراهم في الواحد. أما الواحد الأنشطة الفنية والأنشطة الواحد هذيك اللي يخليها مش وقتها. سيما لغو. الوقت ذاك تعرفت على دودة، ووقتها هي تخدم في EFM. هي رات اللي الشيء ذي نجم نكبروه وما نخليوش في مدرسة واحدة وفي بلاصة واحدة، ورانا نجم رات البوتنسيال. رات اللي بديت بلود في الفكرة، بديت تحط في الفكرة أي شنو نجمو نعملو راهم صغار. اي سورتو هي من اللي صغيرة كانت في كورال زاد. ما حكيناش احنا في الفكرة، احنا وقت قاعدين نتعرفوا على بعضنا وقت برنامج عالس مش برنامج يعني مشروع يعني. اما في وسط البرنامج هذاك خرجوا برامج أخرى فهمني. تولدت مشاريع، تولدت أفكار، تولدت طموحات، وبديت تبني أحلام. من اللي بديت تبني أحلام هي كيفاش تو باش الستركتوري وريحنا، كيفاش باش نكونوا، كيفاش باش نحولوها يعني من مجرد أستاذ في مدرسة خاصة قاعد يقضي البراند. ومن وقتها بديت يعني في البريود متاع القلق متاع الكورونا اللي بدينا نربيو فيهم في الشلاغم. خاطر التربية متاع الشلاغم راهي خديت أكثر من عام ونص باش شدوا بلاصتهم وحفظت عليهم وعملوا الإكيليبر يعني. لكن مش الشلاغم يعني الشلاغم هذاك الفساد كما نقولوها. لكن فما خدمة صارت التالي اللي هي درسنا شنو قاعد يصير في البلاد، شكون قاعد يخدم مع الصغار، شنو اللي قاعدين، شنو من ناحيتين الدولة شنو قاعدة توفر للصغار، شنو النشاطات اللي قاعدة تصير للصغار، ومن ناحية أخرى الخواص شنو قاعدين يعملوا للصغار. فماش إنتاجات للصغار، التلفزة الوطنية ايش قاعدة تعمل للصغار. وكان حلمتنا أن نكونوا نعملوا خدوي للصغار، محتوى للأطفال. والتوا هي احنا التوا ماشيين فيها يعني، وهذا ايش قاعدين نعملوا احنا توا، نعملوا محتوى للأطفال. اليوم بعد
معناها التجربة اللي هي دائما تبقى وليدة، لأنه من عام لعام من وقت لوقت معناها التجربة تزيد تدعم والحلمة تزيد تكبر وتتوجد أفكار أخرى. اليوم شنو نجموا نعرفوا على التكوين اللي يتقدم فيه للصغيرات ثم ولا تكوين للسيدات، والآن معناها تكون صاحب معناها قصب السبق في أنه يكون عندك معناها كلوب دو شان للرجال. اليوم معناها الأفكار هذه اليوم كي تراها على أرض الواقع كيفاش تنجم تحكي عليه؟ أنا نحب الناس كل تغني، لي جينيراسيون الكل نحبها تغني، على خاطر راهو في الغناء حياة، متعة الغناء راهو متعة شيخة، نوع متاع مخدر راهو الغناء، يهزك في دنيا أخرى، يهزك في عالم آخر. أنا المغروب بالغناء من 6 سنين حتى آخر العمر ما تحب بيه. بدينا من الأول بالصغار، ومن بعد بحكم اللي جاونا نساء وعنا دي مغير يعني في دي كلوب دو شان، وتبارك الله يعني لي بارون تاع الأطفال ولا يحبوا يغنيوا غاروا من صغارهم، خاطر ولاو يحفظوا مع صغارهم لي بارون. احنا بدينا ساعة من الأول كان بالصغار، وبعد كما قلت رجال ما من حقها تغني زاد رجال، وفي تباقي متاع رجال وبالكاليتي متاع الغناء متاع رجال، والأغاني اللي تتماشى مع رجال. احنا نحبوا الناس كل تغني، شعارنا فلننشر ثقافة الحياة.